السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد انتهاء اليوم الخامس النهارده للسهرة الرمضانية فنجان شاي في مركز ومدينة قفط في ضيافة حاج ربيع فريد وبرعاية فراشة الأزهر الشريف. النهارده يحضرنا في هذا اللقاء فرسان من فرسان التحطيب بمركز ومدينة قفط، الحاج عامر، اخونا المحترم المعلم سعد الفتيحي، وايضا الحاج عبد الناصر، وكمان معانا النهارده فارس من فرسان أسوان الحاج ابو مصطفى جوس، والله جوس معلش يا عم ربيع، الحاج سعد الفتيحي جوس، والحاج عامر والحاج عبد الناصر وابو مصطفى اسوان. شرفنا كمان النهارده يا جماعه في الاستقبال وفي الحضور، وداعمين اقوياء للفكره فنجان شاي كل آل هارون، اخواتنا المحترمين جزارين قفط المحترمين اللي انا بتشرف بيهم، المعلم سيد هارون، المعلم محمد هارون، وشاذلي هارون، وحماده هارون، وكل ابناء آل هارون الرجاله، ابناء مركز قفط اخواتي المحترمين. كمان ببعت تحيه حب الآل النصراب، الحاج عبد الرازق النصرابي اللي معانا من اول يوم ما سبناش، تحياتنا ليه، والداعم قوي كمان للفكره العمده ابو الحسن الجزار اللي شرفنا النهارده، وايضا الحاج احمد العضايمي رجل الاعمال المحترم. النهارده سعداء جدا بوجود ابناء مركز جوس فرسان التحطيب على مستوى جمهوريه مصر العربيه، الحاج سعد الفتيحي والحاج عامر والحاج عبد الناصر الخلاوي وابو مصطفى اسوان. شرفونا النهارده وكان في استقبالهم ابناء آل هارون وابناء آل عبد المبدي، ايضا الحاج محمود عبد المبدي والحاج شاذلي عبد المبدي من فرسان لعبه التحطيب اللي شرفونا، والمعلم سامي عبد الله ده الجندي المجهول يا جماعه، اللي هو السبب فعلا في نجاح الحفله والبرنامج، ودعمنا من اول يوم قلنا له نعملها، قال توكلوا على الله وانا معاكم، وسيبوا الدعوات عليا وسيبوا كل حاجه عليا. بشكره جدا وفي ميزان حسناته، وده مش جديد عليه، ابن قفط البار ومن قيادات قفط ومن كبار قفط المحترمين في لعبه التحطيب، معلم سامي بشكره جدا جدا في ميزان حسناته. النهارده بنوجه لك احنا الشكر النهارده الحاج سعد النهارده خاص ليك انت يا استاذ محمد، انت الراعي الرسمي كله للمهرجان التحطيب ومركز قفط، وربنا يبارك فيك. احنا مش هنجحكم لانكم بتقدموا لعبه بنتشرف بيها سواء في جنة وفي جمهوريه مصر العربيه وخارج جمهوريه مصر العربيه. انتوا بتقدموا حاجه جميله للتراث الجميل للعبه، احنا بنسميها دايما لعبه الكبار، لعبه التحطيب معلم سعد، وعايزينكم تكملوا فيها ان شاء الله، ونبدا نعمل، وزي ما قلنا بنناشد وزاره الثقافه ان يعملوا لنا نظام نقابه خاصه لفرسان لعبه التحطيب، ويعملوا لنا مهرجانات كبيره نشارك فيها، تشاركوا فيها سواء في مصر وخارج مصر، انكم بتقدموا حاجه جميله جدا يا جماعه. حاج سعد كلمنا سريع طبعا على لعبه العصايه النهارده. ان شاء الله باذن الله، انا لي الشرف ان هدا يكون معايا عم عامر وعم ناصر، واسيب واترك كلامنا عم عامر عشان خاطر الراجل من رجال فرسان التحطيب وتبع وزاره الثقافه. تفضل يا عم عامر. تفضل يا عم عامر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعبة التحطيب دي لعبة فروسية، ودائما دي يلعبوش الرجال. اللعبة الوحيدة في اللعبة اللي بيلعبوها النسوان. يعني دي ما ينفعش فيها نسوان؟ ما فيهاش نسوان طبعا، لأن أنا أصلا دي لعبة رجولة وخشونة ومرونة ومع حرفا. الله. وقال لك إن لعبة التحطيب لازم يكون إيه، واللي بيلعب التحطيب ممارسه وليس مشاهده، مش يقول لك انا بلعب تحطيب وبشاهد، لازم يكون بيمارس اللعبه، يلعبها يعني يلعب اللعبه وهو اللي يفهم. ولعبه التحطيب ليها ادب واحترام وقانون، الادب والاحترام، ان الصغير يحترم الكبير في اللعبه، دائما الصغير يحترم الكبير، لانه فكره الصغير ان مثلا الكبير هو بيعلمه العصا قدامه، بس هو عنده مهارات وعنده فكره اكثر من اللي بيعرفها. يعني كمان بتحسوا اللاعب على الذوق وعلى الادب واحترام الكبير داخل اللعبه، والكبير دائما بيشوف اللي بيلعب قدامه من ساعه ما يمسك العصايه، ودائما بيلعب العصايه، عمر اللعب بتاعه ما بيطلعه طبعا، مش كل الاوقات بتلعب اللعب طبعا، يعني هو في وقت اللي عايز اللعب العصايه يلعبها، اما في اي وقت اللي بيلعب اللي قدامه ده لعبه عادي كده يعني. طب بيجت هوايه في الدم انك تروح قفط، تروح الاقصر، تروح جنة، حسب الدعوه اللي بتجيلك؟ لازم بالدعوه، احنا بنروح انا فاهم، اسوان القاهره بيجت في الدم انك تروح، لازم تروح. هوايه دي هوايه، الهوايه الوحيده واللعبه الوحيده هي دائما الواحد بيغرم فيها وبيكسب رجاله فيها، في كل بلد ليه رجاله بتعرف يعني اي لعبه التحطيب ده دائما يكون في اي بلد، مش يقول انا بلدي بوس او بلدي قفط او بلد، كل البلاد بلاده، لانه كل بلد فيه حبايب ليه. بتورثوها يا عم عامر اللعبه دي لابنائكم؟ وراثه طبعا، ولازم تورثوها الاجيال، ولعبه دي ايه الهدف منها؟ طب لما تورثها لابنك يعني تعلمه هو مش حابب مثلا انه يمسك العصايه ازاي او يتحرك ازاي او يدافع عن نفسه في المستقبل، طبعا ربنا يبعدنا عن اي مشاكل، هل بتكون اول تعليمكم لابنائكم العصايه عشان الدفاع عن النفس؟ لا، هي هوايه ودفاع عن النفس، ده لازم عندنا في الصعيد، دفاع عن النفس، ولعبه
يعني لازم يكون واحد هو عاشق لعبه التحطيم، مش اي واحد يلعبها، مش اي حد ينزل وخلاص. لا لازم يكون عنده عشق. بس انا لو هاوي وحابب العب او حابب انزل اشوف او اتعلم منكم، هاوي بتفتح لي المجال او بتسيبني العب؟ اهم حاجه يطيع العمل اللي قدامه. عشان يتعلم لازم يطيع اللي قدامه، اسمع الكلام. جميل. ضاعوا هيتعلم، ما ضاعوا طبعا في كل واحد في واحد بياخد خشونه كده، عفوا. فعلا بياخد فتوى. النهارده عم عامر تقول ايه النهارده لابناء جفت النهارده؟ الحاج سامي والحاج ربيع فريد هم طيبين وعود عليهم بخير. وبعدين الفكره من زمان قفت هنا من زمان اللعبه، انا بالنادي حضرنا من 30 سنه فعلا. والمعلم سامي كان من كل سنه يقول لنا يا عم تيجي تعملوا كذا، نعمل كذا. ده لاعب، وبعد كده مش لاعب كده مجهول، برضه ليه عمام وجد كمان لاعب العصايه. صح. ومدرب ابن اخوه كمان، يعني ابن اخوه دلوقتي فارس بينزل كمان في بيلعب. هم اللي ورثوه بدأوا يعلموه. ولده برضه بيلعب. يعني انت شايفه اللعبه دي مش هتنقرض يعني في صعيد مصر؟ استحاله طبعا. جيل مكان استحاله. لانك انت بتوصل لابنك وابنك بيوصل لابنه. جميل جدا، بشكرك جدا عم عامر. انا بقف في الشباب حلو طالع، يعني ربنا يبارك فيه ويخلي العصايه تطلع تمشي. ويكفي ان احنا بنقول جفت بلد الامن والامان، وتفضل ان شاء الله بلد الامن والامان. وجوز كمان اخواتنا المحترمين اللي شرفونا. هناخد كلمه من المعلم سامي يشكر ضيوفه النهارده من ابناء جوز اللي حضروا النهارده فرسان لعبه التحطيم. معلم سامي النهارده تقول ايه النهارده لكل ابناء جوز النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بخير. وتقول لهم النهارده تقول لابناء جفت النهارده على المهرجان وعلى فنجان الشاي ده جوز وقفت الاثنين. جوز وقفت طبعا. هم شرفوني وكرموني وربنا يبارك فيهم يا رب. نتجمل معاهم في الافراح ان شاء الله يا رب. معلم سيد هارون النهارده ايه تقول النهارده؟ احنا اتشرفنا باولاد عمنا واخواتنا جوز. وانت بتروح لهم كمان، يعني انت بتجي لهم وهم بيقولوا لك يعني. عمي واخواتنا واصحابنا يعني انت كان لازم انت في الاستقبال تكون موجود، وسواء هناك هم بيكونوا في الاستقبال لازم يكونوا موجودين. طبعا. اتعودتوا على الكلام ده مع بعضكم. طبعا. وبتمشوها بالحب. أيوة. يعني زي ما بنقول لعبه العصايه مش بتفرق فيها الفلوس زي ما قال عم عامر. انتوا بتشتروا رجاله وتعارف طب عايز اعرف منك، هل فعلا لو اتنين متخاصمين او زعلانين بتحاولوا تصلحوهم داخل ساحه لعبه التحطيب سواء عندنا او خارج؟ حصل ان في اتنين زعلانين وصلحتوهم مع بعض حصل ايوه، وبيصلحوهم مع بعضهم وبيتراضوا. وان شاء الله طبعا في مبادره جميله مش حابب اذكر الاسامي، بتمنى منك انت والمعلم سعد والحاج عامر نصلحهم كمان. في اتنين متخاصمين موجودين معانا كل يوم، بتمنى ان بكره يتصلحوا مع بعضهم ونعمل لايف بالحب مع بعض ان شاء الله. بشكرك جدا ابو مصطفى من الاسوان، شرفتنا النهارده. شرفتوا بلادكم وانا التقيت بيك قبل كده. بشكرك جدا عم سعد. عم عبد الناصر طبعا انت نورت اي لعبه عصايه سواء في جفت في جوز في محافظه جنة، دايما بنشوفك ما شاء الله عليك ودايما مبتسم. النهارده شرفتنا في جفت النهارده وبنقول لك كل سنه وانت طيب. النهارده انت طيب يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر مركز جوز بتمن بالاحتفال الجميل في شهر رمضان الكريم وعلى حسن الضيافه. فنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا يدوم عليكم وعلينا وعليكم الستر يا رب. وربنا يدوم عليكم وعليكم والتمام يا رب. وانا بوعدك ان شاء الله خلال شهر رمضان هنوفر يومين ومعانا المعلم سامح ابو فجوس عنديك، واحنا اللي هنروح كمان بفرقتنا. ده بوعدكم ان في يمين في رمضان هنروح فنجان شاي هناك معانا المزمار البلدي والمعلم سيد هارون، وهنعمل ليلتين فجوس باذن الله. ان شاء الله. بنشكرك جدا طبعا الحاج ربيع فريد والمقاول سمير، تحياتي ليك. المقاول سمير طبعا معاك مقاول سمير. النهارده تقول ايه لابناء جوس النهارده؟ اقول لهم كل عام وانتم بخير، ودول ناس حبايبنا واخواتنا، وما فيش فرق بين قفط وقوس. طبعا كلنا اخوه يعني. طبعا. وان شاء الله ربنا يدوم علينا وعليهم المحبه باذن الله. انا بنشكرك يا حاج سمير، وبنشكر الحاج احمد العضايم رجل الاعمال اللي هو داعم قوي لينا يا جماعه من اول يوم. الحاج ربيع بقى هو اللي يشكر ضيوفه صاحب الفكره النهارده، وبنشكر احمد ربيع لفراشه الازهر طبعا الراعي الرسمي. حاج ربيع بقى الكلمه معاك لضيوفك بقى. انا كلمتي حتكون تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا لأنكم في عيون الناس أزهار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم
يا من لكم في الحشا والقلب تسكر. الله عليك يا عم ربيع، الله عليك يا عم ربيع. طبعا دي ختام جميل من عم ربيع. بنشكركم جدا النهارده اصحاب الفكره. انتظرونا في مركز قوس وفي جميع مراكز جنة وقوس في برنامج فنجان شاي مع محمد الصعيدي وعم ربيع. استودعكم الله وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.